الفطاير اللي من حلاوتها العيال بيتجننوا عليها، وكل شوية بيطلبوها مني حتى في الأجازة بيقعدوا يقولوا لي يا ماما احنا عايزين الفطاير اللي كلها في بعضيها، لاني ولا هتتعبي بقى ولا هتفتحي فينو ولا هتعملي سندوتشات. هي محشية كلها جاهزة في قلب بعضيها، وقد ايه هشة وقطنية وطعمها حلو جدا وبتريحك، وعايزة تعمليها حلوة او حادق براحتك انتي. تعالى اقولك ازاي عملتها وازاي تطلع معاكي طرية وازاي بحفظها في الفريزر وتقعد عندي لمدة شهر كامل. ببقى مرتاحة. بعمل كذا طريقة وبحطهم في الفريزر، كل يوم بطلع لهم منها وهم رايحين على المدرسة على طول. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهاتي حباية واحدة من البيض، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وثلاث معالق من السكر، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وكمان ما تنسيش رشة الفانيليا، كوباية ونص من الحليب، وربع كوباية من الزيت. قلبيهم مع بعض كويس جدا. الكوباية ونص بتوع الحليب تقدري تستبعديهم وتحطي مكانهم مية. بعد كده بعد ما قلبتهم كويس جدا هحط معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، رشة ملح بسيطة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. اعجني بقى الكلام ده كله مع بعضه بقى بالراحة كده وعلى مهلك، واحدة واحدة، واعجني كده. عايزة اقولك العجن بتاعه مش هياخد وقت خالص، انا لسه ما زودتش دقيق، انا هزود كمان دقيق دلوقتي. هحط نص كوباية، يبقى كده حطيت 4 كوبايات من الدقيق. لو عايزة دقيق تاني هحط لها من معلقة لمعلقتين دقيق تاني. طبعا زي ما قلتلك تقدري تستبعدي موضوع اللبن وتحطي بداله مية. ممكن تحطي مكانه لبن قاطع لو متوفر عندك، ممكن تحطي كوباية من الزبادي والباقي مية، مفيش مشاكل خالص. هنا خلاص بعد ما عجنتها كويس جدا بالشكل دوت، حطيت زيت في الطبق وحطيت على وشها شوية زيت وسبتها تخمر كده لمدة ساعة. بعد الساعة ده كان شكلها. قد ايه العجينة حلوة جدا عشان عجنتها كويس جدا ولينة كده معايا وسهلة الفرد. هكورها بقى لكرات كده متوسطة. انا عملت تقريبا الكورة تقريبا كده من 75 ل 80 جرام، كانت معايا حلوة قوي. هخلص الكمية كلها بالشكل دوت كده، وهغطيها بقى بكيس بلاستيك. اهم حاجة علشان خاطر احنا عاملين كمية كبيرة، غطيها بكيس بلاستيك عشان عقبال ما توصلي لاخر واحدة هتلاقيها نشفت معاكي والوش بدأ اللي هو يعمل طبقة كده مش حلوة. هاخد بقى اول واحدة بالشكل دوت كده وابدأ اللي انا ابططها، بس لما اجي ابططها مش هعملها شكل دايرة، لا هحاول اللي هي تبقى مستطيلة شوية. هحشيها بقى جبنة، والجبنة اللي انا هحشيها جبنة براميلي بالفلفل. تقدري تحطي بقى جبنة اسطنبولي بتبقى طعمها خطير، يعني حاولي تحطي جبنة طعمها حادق شوية عشان تدي طعم حلو قوي للولاد. وطبعا حط لهم الحاجة اللي هما بيحبوها، ممكن من المصنعات اللي احنا عملناها زي اللانشون، او تحطي مثلا سوسيس، او حتى تحطي صدر فرخة تكوني مشوحاه كده على البوتاجاز وتعملي الحشوة ديت. ممكن جبنة وزيتون. بصي انت ليكي حرية الاختيار، اللي انت عايزاه اعمليه، ده بقى جات في ملعبك والعبي براحتك. بعد كده رصيتهم كلهم في الصينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت، وسبتهم لحد ما خمروا بالشكل دوت. انا كنت سايبة بينهم مسافات، لكن المسافة اللي انا سايباها مش كبيرة قوي عشان عايزاهم كلهم يكونوا جنب بعض بالشكل دوت كده. بعد كده جبت حرف السكينة بعد ما خمرت ورحت مديها شقة بسيطة صفار بيضة بقى، وابدأي دهني بقى المعجنات بتاعتك بيها. صفار البيضة ممكن تحطي عليه شوية بسيطة من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الخل، شوية سمسم صغيرين، ودوت اختياري. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200، وتكون الفرن شغال من قبليها بحوالي 5 دقايق، يعني بتدخل على فرن سخن على الرف الوسطاني. وطبعا ما بشغلش الشواية، هي بتحمر لوحديها. والله بقى على الجمال. اول ما تخرج بس من الفرن غطيها بكيس بلاستيك كده شوية، او حتى فوطة. بصي بقى قد ايه هشة وجميلة. ازاي بحفظها بقى في الفريزر؟ بحطها في اكياس اول ما تخرج من الفرن، يا دوب بس تهدى معايا شويه وما تبقاش سخنه. بحتفظ كل واحده في كيس علشان خاطر لما اطلعها او لما اجي اطلع يبقى انا عارفه انا عامله ايه. اكياس صغيره كده بتاعه السندوتشات وبحطها في الفريزر. بس كده بتطلعيها مثلا ساعه صلاه الفجر ويكونوا هما نازلين الصبحيه، بتبقى جميله قوي.